ان شاء الله النهارده هنعمل البسكوت الاقتصادي بالزيت، يعني بدون سمنة ولا زبدة. وكمان هنعمله بنكهة مختلفة شوية. احنا قبل كده عملنا البسكوت بكذا طعم، النهارده ان شاء الله نعمله بالنسكافيه. طبعا تقدري تستخدمي اي نكهات، ممكن بالقهوة، ممكن باليانسون او بجوز الهند، اي حاجة تحبيها. بس طبعا طريقة العجينة واحدة، والنكهات طبعا بتغيري فيها. طريقته سهلة جدا وفي الخلاط، ويطلع زي ما احنا شايفين. هنعمله بشكلين. نبدأ بقى كده ان شاء الله الخطوات مع بعض. معانا بيضتين، حطيت عليهم كيس من الفانيليا ومعلقة كبيرة من النسكافيه. بعد كده احطهم بقى في الخلاط، وهنزل عليهم بكوباية من السكر البودرة. ممكن برضو تستخدمي سكر عادي، بس تضربيهم كويس جدا في الخلاط عشان الخليط ينعم معانا. هنزل عليهم بعد كده بكوباية من الزيت، وبضربهم كويس قوي برضو تاني مع بعض لحد ما الخليط ينعم معانا. انزل عليهم دلوقتي بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعد كده بنزل بالدقيق تدريجي. يفضل طبعا نستخدم دقيق مخصص للكحك والبسكوت. ناخد بالنا عشان لو نزلنا بالدقيق بكمية كبيرة، البسكوت هينشف معانا ومش هيبقى ليه حل خالص. طبعا لان احنا هنا مش بنستخدم اي سوائل. شو بقى العجينة طرية. انا استخدمت هنا بالظبط 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، طبعا على حسب العجينة ما تاخد معاكو. العجينة هنا زي ما احنا شايفين بتكون طرية بس مش بتلزق. استخدمت هنا القمع، وطبعا بتستخدمي الشكل اللي انت عايزاه. ده شكل بيدي شكل كده وردة. طبعا انا بضغط بالقمع زي ما احنا شايفين، وبلف الكيس عشان ياخد شكل الكحكة كده. شوفوا بلف الكيس من فوق، وممكن برضو باستخدام اي حاجة تفرغي الجزء اللي في النص. باقي العجينة عملتها بالشكل ده، تكون كده صوابع رقيقة. بصراحة ولادي بيحبوا جدا الشكل ده، بيكون مقرمش قوي. خلصت هنا بقى الكمية كلها، يعني تقريبا عملت حوالي 4 صواني. دخلتهم فرن على درجة حرارة 200 بالرف الأوسط. بياخدوا حوالي تلت ساعة. شو بقى البسكوت جميل جدا وناعم كمان. طبعا احنا استخدمنا هنا الزيت، وبرغم من كده البسكوت طبعا عشان عجينته مظبوطة فناعم معانا. بس طبعا لو استخدمنا سمنة او زبدة بيكون افضل بكتير، وبيكون البسكوت انعم. زي ما احنا شايفين البسكوت هش وناعم جدا. والبسكوت ده كمان شوفوا التسوية كمان حلوة قوي. وطبعا هو مقرمش جدا، لان طبعا احنا استخدمنا زيت. شوفوا كمان لما بقطعه من طرف البسكوتة كده بتتقطع بكل سهولة. بجد طلع حلو قوي. بتمنى تجربوا وصفة النهاردة. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.